طيب واحنا بنتكلم عن الاسماء، هقول لك من ضمن الانتقادات اللي بتتقال ان انت متاخر ان انت تدفع بمحمد عبد الله ده ناحيه اليمين. تمام. وبرده فكره الاعتماد على حمزه عبد الكريم في مركز راس الحرب. تمام. مع ان انت طول الوقت بتتكلم عن نقطه النقص من ناحيه، وعن نقطه الاعتماد بقى على الاسامي الجديده وعلى الشباب. تمام. فليه؟ تمام. فكره ان تبقى جاي كمدرب جديد، من الافضل ان انت بتعتمد على العناصر اللي كانت موجوده قبل كده في الفريق والعناصر الاساسيه اللي موجوده. فالاعتماد لازم يكون على العناصر اللي موجوده في المرحله الاولى تحديدا. فكره ان انا ادخل لعيب جديد سواء شاب او لعيبه من اللي كانتش بتشارك قبل كده، ده المفروض ياخد وقت شويه لما اتفاهم مع الفرقه بشكل كبير، لما اقدر اوصل لمرحله ان الفرقه فاهمه الافكار اللي انا عايز العب بيها بشكل كبير. كمان نقطه تانية بالنسبه للعيبه الشباب، بيبقى صعب ان انت تدفع بيهم من البدايه، خصوصا ان انت دلوقتي العين بتبقى على الفرقه بشكل كبير مع مدرب جديد. ففكره ان انا ادفع بلعيبه شباب مبكرا ده هيمثل عليهم ضغط كبير. العين على الفريق مع مدرب جديد، ولا في وجهة نظر تانية برضو ان دايما المدرب الجديد بيجي والناس بيبقى نوعا ما عندها صبر، لان هم بيبقوا شايفين ان الراجل ده جاي ومن حقه نديله فرصة، او دايما بيتقالك ده جاي بقى بالمشروع بتاعه فمن حقه ان هو يجرب. فدي ولا دي؟ دلوقتي في الاهلي هتبقى فكره ان النتائج متذبذبه شويه، مش هتبقى فيها صبر كبير. الناس هتدور على النتائج اكتر من الاداء. فبالتالي صحيح. من الافضل ان انا عشان احقق نتائج ايجابيه في الفتره الحاليه لازم ان انا اعتمد على العناصر الاساسيه اللي موجوده قبل ما ابتدي ان انا ادخل عناصر جديده، خصوصا الشباب اللي هيحتاجوا فتره ان هم يتاقلموا مع الفكره بتاع المدرب ويتاقلموا مع اللعيبه اللي موجوده. فده هياخد منهم وقت، ومفيش وقت دلوقتي ان انا اتحكم في حاجه زي كده. فمن الافضل ان انا ااجل شويه مشاركه الشباب لغايه ما النتائج تستقر بشكل ايجابي، واقدر ان انا ادفع بلاعب او اتنين في الفتره اللي جايه.